عريس بيقتل عروسته في تاني يوم جواز، وزوج بيقتل زوجته قدام أبوها. النهاردة هنحكي قصتين من أغرب وأصعب قصص الجريمة، قصص حقيقية حصلت في بيوتنا وسط ناس المفروض إنهم شبهنا، بس الحقيقة إنهم مش شبهنا، لا في عقلهم ولا في قلبهم ولا حتى في ضميرهم. أهلا بيكم، أنا سمير يحيى، ولو دي أول مرة تشوفني فأنا بقدم محتوى عن الجرايم والقضايا الغريبة. فلو أنت مهتم بالمحتوى ده ياريت تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا نشوف الحكاية. في سنة 23 وفي قرية الفايمة التابعة لمحافظة أسيوط، كان في شاب اسمه محمد من أسرة بسيطة، ووقتها كان عنده 23 سنة. شاب متدين وملتزم وكل الناس بتشهد له بالأخلاق العالية، عايش مع أسرته في بيت أهله. محمد قرر إنه يتجوز، وأهله كمان كانوا عايزينه يتجوز. وكان في بنت من نفس القرية اسمها أزهار. كان في صلة قرابة ما بين أهل محمد وأهل أزهار، وللعلم في الصعيد حتى لو درجة القرابة بعيدة بيقولوا عليه ابن عمها على طول. وأهل محمد اقترحوا عليه إنهم يجوزوا له أزهار، وده لأنهم عارفينها وعارفين أهلها. وأزهار في الوقت ده كان عندها 15 سنة، بنت جميلة وكان مشهود لها بالأدب والاحترام من القرية كلها. وأبوها كان اسمه عيد وبيشتغل سواق، كان راجل طيب وفي حاله. ومحمد وافق على اقتراح أهله وراحوا طلبوا إيد أزهار، واللي أهلها بيوافقوا عليه لنفس الأسباب. هم عارفين محمد وعارفين أخلاقه وكمان يعرفوا أهله كويس. وبتتم الخطوبة بمباركة الأهل والجيران. وفي فترة الخطوبة، ولأن أزهار سنها صغير وكانت بنت خام جدا، فكانت مبسوطة بمحمد وبدأت تحبه، وكانت بتفرح جدا بأي هدية يجيبها لها أو حتى أي كلمة حلوة يقولها لها. وبعد سنة من الخطوبة، يعني أزهار دلوقتي بقى عندها 16 سنة، بيطلب أهل محمد إنهم يتمموا الجواز، وده لأن محمد شقته جاهزة ومفيش أي سبب يستدعي إنهم يستنوا أكتر من كده. وفعلا بيتم عقد القرار وبيتم عمل فرح للعروسين محمد وأزهار، وكان الكل مبسوط وفرحان، وأزهار ومحمد كانوا طايرين من الفرح، وده كان واضح عليهم قوي. بعد الفرح بعد كده بيطلع محمد وأزهار على شقتهم الجديدة واللي كانت في بيت أهله، وعلى الساعة 2 بالليل بتيجي مكالمة لأهل أزهار من محمد بيطمنهم فيها إنه دخل ببنتهم وإن كل حاجة تمام. وتاني يوم بيروح أهل أزهار لبيت محمد عشان يباركوا العروسين ويودوا لهم أكل ومستلزمات، ودي عادة مشهورة في الصعيد ومعظم قرى ومحافظات مصر. لما بيوصل أهل أزهار وبيستقبلهم محمد بيبان عليه الفرحة والسعادة، وبتدخل أم أزهار مع بنتها الأوضة، ولما بتدخل مع أمها الأوضة بتطمنها ان كل حاجة تمام وانها مبسوطة وان محمد كويس معاها. وبعد نص ساعة بيمشي اهل ازهار بعد ما باركوا العروسين. لكن في نفس اليوم على الساعة 4 العصر بتحصل حاجة بيستغرب لها ابو محمد. ابو محمد بيتفاجئ ان محمد بيخبط عليه وبيدخل يقول له انا عايز اطلق ازهار. ومع دهشة ابو محمد بيسأله عن السبب، فمحمد بيقول له ان ازهار ضحكت عليهم وانها مش بنت بنوت، يعني مش بكر. لكن ابو محمد بيقول له انا مش مصدق واكيد في حاجه غلط، وبيطلب منه ما يستعجلش عشان ما يعملش فضيحه للبنت، وانهم لازم يودوها للدكتور عشان يتاكدوا وما يكونوش بيظلموها. وهنا محمد بيسيب ابوه وبيرجع شقته تاني. بس الظاهر ان محمد ما اقتنعش بكلام ابوه، لان بعد شويه ابو محمد بيتفاجئ ان محمد نازل له وبيخبط عليه تاني. هنا ابو محمد بيشوف منظر مرعب، محمد واقف قدامه وفي ايده سكينة وفي الايد التانية راس أزهار. أيوة زي ما سمعتوا كده، راس أزهار. أبو محمد على طول بيتصل بالشرطة ويبلغهم باللي حصل. وفي تحقيقات النيابة محمد بيعترف باللي عمله وبيقول إنه اكتشف إن أزهار مش بكر، وده بعد ما حاول إنه يعمل معاها العلاقة الزوجية مرتين، لكن ما كانش فيه أي حاجة تظهر أو تدل على إنها بكر. فراح وطلب من أبوه إنه يطلق أزهار، ولما أبوه موافقوش على طلبه طلع الشقة وذبحها بالسكينة وحاول يفصل راسها عن جسمها، لكن السكينة اتكسرت فجرها معاه للمطبخ وجاب سكينة تانية وفصل راسها عن جسمها. وبيتم التحفظ على محمد، وبعدها بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيبرئ أزهار، وده من الذنب اللي محمد اتهمها بيه، لأن تقرير الطب الشرعي بيثبت إن أزهار كانت بكر وإنها فقدت عذريتها في ليلة الدخلة، لكن للأسف طبيعة جسمها ما كانتش مبينة الموضوع ده ولا كان فيه أي دلائل عليه، ومفيش داعي للتوضيح أكتر من كده. قاضي المحكمة في القضية دي بيلقي الكلام ده على محمد وعلى مسامع كل الحاضرين علشان تتم تبرئة أزهار قدام كل الناس، وبيتحكم على محمد بالإعدام. وحكايتنا التانية النهاردة فهي عن سيدة اسمها كوثر من محافظة القاهرة، خريجة كلية تجارة وبتشتغل في حضانة، عايشة مع أهلها في المرج.
أبوها موظف وحالتهم المادية متوسطة وعايشين في شقة إيجار. كوثر بيتقدم لها عريس عن طريق واحد من معارفه كان اسمه عمرو وبيشتغل في شركة سياحة. كان ساكن في المنيب في الجيزة وشكله كويس وملتزم، أو ده اللي كان باين لهم، لكن كتير بننخدع في الناس. أبو كوثر بيوافق عليه بعد ما يسأل عنه، وفي فترة الخطوبة كان باين إنه حد محترم، وأهل كوثر ما شافوش منه أي حاجة وحشة. وبعد 6 شهور خطوبة بيحصل الجواز، وبعد 9 شهور من الجواز ربنا بيرزقهم ببنت وبيسموها أسيل. وبعد كده بتبدأ تحصل المشاكل والخناقات بين عمرو وكوثر، وهو كان دايما بيبدأ بالعنف والضرب. مش بس كده، ده كمان في مرة رفع عليها سكينة وهددها، لكن كوثر كانت دايما تستحمل وتقول خلي البنت تتربى وسط ابوها وامها. وبعد كده محمد بيعزل من شقة المنيب عشان صاحب البيت كان عايز يزود الإيجار عليه بشكل كبير أوي، وأبو كوثر كان هيشوف لهم شقة في نفس البيت اللي هم ساكنين فيه، لا وفي نفس الدور كمان. لكن بالرغم من كده المشاكل ما انتهتش، ولا محمد رجع عن طريقته العنيفة ولا ضربه لكوثر، لدرجة إن في يوم الساعة 6 الصبح أبو كوثر سمعها وهي بتصرخ، فراح خبط على شقتهم عشان يشوف في إيه. لقى عمرو ضاربها بمشرط وخبطها بالتليفون في وشها. وهنا قرر أبو كوثر إنه لازم يطلقها منه، وطلب من محمد إنه يجيب أخوه الكبير عشان يشوفوا حل للموضوع ده. وفعلا بيعملوا قعدة بين أهل عمرو وأهل كوثر، وبينتهي الموضوع على إنهم هيبعدوا عن بعض 10 أيام عشان كل واحد فيهم ياخد القرار، يشوفوا هل هيكملوا مع بعض ولا هينفصلوا. لكن أبو كوثر كان مصمم على الطلاق، وبالرغم من كده كوثر طلبت من أبوها إنها تديله فرصة تانية لنفس الأسباب، إنها عايزة بنتها ما تترباش بعيد عن أبوها. وقبل ما ال10 أيام اللي اتفقوا عليها تخلص، عمرو بيكلم حماه على الساعة 1 تقريبا وبيطلب إنه يقابله، وبيسأله إذا كان موجود في البيت ولا لأ. أبو كوثر قال له إنه في الشغل وإنهم ممكن يتقابلوا على الساعة 8، بس الحقيقة إن عمرو كان غرضه من المكالمة دي حاجة تانية خالص. الساعة 3 بيرجع أبو كوثر البيت عشان ياخد ورق تبع الشغل. بيقابل كوثر وهي راجعة من الشغل وبيسلم عليها وعلى حفيدته، وبيدخل شقته وهي بتدخل شقتها. لكن أسيل حفيدته بتدخل له وبتطلب منه يديها الموبايل عشان تلعب عليه، وبتاخد الموبايل وبترجع على شقتها تاني. بعدها على طول أبو كوثر بيتفاجئ إن حفيدته داخلة عليه تاني وهي بتصوت وبتعيط وبتقول له الحق ماما. بيجري بسرعة على شقة بنته، ولما بيدخل بيسمع صوت صريخها من أوضة النوم، فبيخبط بكل قوته على الباب عشان يلاقي سكينة كبيرة بتخرج من إزاز أوضة النوم. ولما الإزاز بيتكسر بيتفاجئ بمنظر مرعب. عمرو بيضرب كوثر بسكينة وبيقول له مش انت عايزني اطلقها، انا هموتها لك. وفضل يضرب فيها اكتر من 20 طعنة. بعدها الجيران بيتدخلوا وبيكسروا الباب وبيتحفظوا على عمرو، وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه. القصتين دول مش بس بيحكوا عن جرائم قتل، لكنهم بيحكوا عن بنتين ضحايا للجهل والقسوة. وعشان كده كان لازم نحكي قصصهم عشان نتعلم ونفكر ونقول لنفسنا فين الحدود اللي ما ينفعش نتخطاها. ربنا يرحم أزهار وكوثر ويصبر أهله. وشكرا لكم على المتابعة. لو كنتوا وصلتوا معانا لآخر القصة.